مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. حوارنا اليوم حوار الساعة، حوار كل بيت. حوارنا اليوم عن الدستور، دستور 2013. أبرز البنود الخاصة بالحريات، الفرق ما بين دستور 2013 و2012، رؤية الدول الغربية في حالة أن الدستور طلع بنعم وتم ترشيح الفريق السيسي. هذه القضايا هنناقشها النهارده مع ضيوفنا الكرام مع قامة من قناة الفكر السياسي. معنا النهارده الاستاذ الدكتور سعد الدين ابراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائيه واستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعه الامريكيه. وهيكون معانا الاستاذ حسام الدين ناصف، وكيل حزب الاحرار الدستوريين بالاسكندريه. كثير من الموضوعات السياسيه التي تهم الشارع المصري بصفه عامه سنناقشها في خلال حوار اليوم، ولكن ننتقل الان الى الشارع السكندري ونعرف الناس عايزه ايه علشان تنزل مطمئنه للاستفتاء. استعدت كافة الأجهزة بمحافظة الإسكندرية لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 من يناير الجاري. وقد عقد اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية اجتماعا مع السادة قيادات مديرية الأمن والإدارة العامة للأمن المركزي والأمن الوطني والأمن العام وممثلون عن المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية. أنا محتاجة بس الشرطة تكون واقفة علشان الناس تحس بالأمان أكتر، فاهمني؟ وخصوصا إن أنا واحدة من الناس بطمن قوي لما بشوف الجيش قدامي. شوية انتشار من الشرطة أكتر من كده. الناس محتاجة تحس بس إن هي تطمن علشان احنا قلقانين، يعني بجد احنا قلقانين، احنا مش عارفين احنا هنروح ولا في اصرار على النزول. طبعا ان شاء الله، طبعا اكيد ان شاء الله كل الناس مصره على النزول ان شاء الله. حيث تم وضع خطة امنية استباقية تبدأ قبل الاستفتاء على الدستور بانشاء غرفة لادارة الازمات تضم مندوبين من البحث الجنائي والامن الوطني والامن المركزي والحماية المدنية والنجدة والمنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية ومرفق الاسعاف ومرفق المياه والكهرباء لمتابعة عملية الاستفتاء وتنظيم الخطة التي تشمل تأمين لجان الاستفتاء والمنشآت الهامة والحيوية، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية. حيث كلف مدير أمن الإسكندرية إدارة مرور الإسكندرية بشن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية وتحقيق السيولة اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية أمام لجان الاستفتاء، وأيضا وضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية والمحاور البديلة بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية على أكمل وجه أثناء عملية الاستفتاء. المواطنين وخصوصا في الصعيد لأنهم هيمنعوا المسيحيين من نزولهم لإجراء الاستفتاء. هم يعملوا اللجان إن أروح وأنا مطمن، أنا أروح وأنا مطمن وفي قلبي ثقة من جهة الجيش ومن جهة الشرطة. خدت بال حضرتك؟ لأن طبعا القلق اللي بيحصل في البلد دوت وضع غير طبيعي. وكلف مدير أمن الإسكندرية إدارة البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي والعمل على توجيه عدة ضربات أمنية للخطرين وجمع المعلومات عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في محيط لجان الاستفتاء، وعمل حرم أمني لكل لجنة، بالإضافة لتأمين أسطح العمارات والعقارات المطلة على عملية الاستفتاء، والقيام بعملية تعقيم بالفحص الجيد باستخدام الأجهزة المتطورة للكشف عن المفرقعات، بالإضافة إلى نشر قواتها على جميع مداخل اللجان الانتخابية والكشف الجيد لمحيط تلك اللجان عن المفرقعات، وذلك باستخدام بعض الأجهزة الحديثة. كما يتم عمل تمركزات أمنية ثابتة بكل مجمع انتخابي وأقوال أمنية متحركة بدائرة كل قسم مكونة من مجموعات الأمن المركزي ورجال المباحث الجنائية بالاشتراك مع القوات المسلحة للمرور الدائم بمحيط اللجان الانتخابية والتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث أي شيء يهدد الأمن العام.
خسارة كل اللي اتبنى ده نهد فيه. انزل وشارك في اللي جاي قول كلمتك، شيل اي فكرة جوه بالك تحبطك، دلوقتي بلدك محتاجالك همتك، بايدك تغير يلا كمل ثورتك. يسعد اليوم أن يكون معنا قامة من قامات الفكر السياسي على مستوى مصر والعالم، المفكر السياسي الأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وأستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والعديد من الجامعات الأمريكية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أشكرك. أهلا وسهلا. نورت اسكندرية. الله يحفظك. ومعنا الأستاذ حسام الدين ناصف، العضو المؤسس ومساعد رئيس حزب الأحرار الدستوريين. أهلا بحضرتك. أهلا بك. الحقيقة النهاردة وإحنا على أعتاب الاستفتاء، 24 ساعة يبدأ الاستفتاء على دستور 2013. نعم. النواة الأولى لبناء مصر. نعم. دستور 23 يعد من أعظم دساتير ما قبل ثورة 52. نعم. ويظل مشروع دستور 54 هو أعظم ما أنتجته الجماعة السياسية في ذلك الوقت، لأن كان فيها طه حسين، عبد الرازق السنهوري، نجيب محفوظ، مجموعة كبيرة جدا من باقة وكوكبة في ذلك الوقت. نعم. لكن للأسف هذا المشروع لم يتم تطبيقه نظرا لظروف أو خلافات داخلية في ذلك الوقت. نعم. حضرتك شايف أن دستور 2013 يقرب إلى دستور 54؟ إلى حد كبير. يعني هو أقرب الدساتير إلى مشروع دستور 54. ولحسن الحظ أيضا إن تم الاستفادة من مواد دستور 54 في صياغة دستور 2014. احنا نسميه 2014. سيقر في 2014. وبالتالي بنقول إنه دي خطوة عملاقة في طريق بناء الديمقراطية. بناء مصر ده تم من 6000 سنة، إنما بناء الديمقراطية. وبالتالي أنا يعني مستبشر خيرا، وأعتقد إن الأغلبية ستقول نعم. وأهم بقى من قول نعم، وأنا بنتهز فرصة هذا البرنامج عشان أستأذنك إن أنا أقول للناس هو المهم المشاركة. أيوة. إن الناس تروح، حتى اللي عاوز يقول لا بس يروح. لأنه المشاركة هنا شيء أساسي جدا. الإخوان المسلمين، الجماعة المحظورة، بتحاول أن تخيف الناس وتثبط همتها بحيث أنها لا تشارك لكي تمضي وتستمر في إلقاء ظلال الشك على شرعية النظام. يعني أفضل إجابة أو رد على هذه المحاولات هو أن يلزم الناس بأعداد كبيرة وبنسب كبيرة. بس حضرتك يعني في جزئية خاصة بالفرق ما بين دستور 2014 ودستور 2012 وخاصة في باب الحريات وحقوق الإنسان. برضو للمشاهدين اللي نحب نأكد على التفرقة دي بوجود حضرتك تشرحها لنا، علشان اللي عنده تشكك أو اللي عنده ريب في بعض النقاط إن هو يتأكد بالفعل من الفرق ده. في مشروع دستور 2012 كان فيه حوالي 18 مادة كانت بتنتهي بعبارة غامضة وفضفاضة وفي الحقوق والحريات تحديدا. ايه العبارة؟ بما لا يخالف شرع الله. بما لا يخالف شرع الله. ودي كلمة حق يراد بها باطل. يراد بها باطل. ايه كلمة؟ فلنا حملت أوجه. مين اللي هيفسر بما لا يخالف شرع الله؟ هم الإخوان المسلمين اللي كانوا بيحكموا في ذلك الوقت. وبالتالي يستطيعوا في ال 18 مادة دول
انهم يعني يلغوا المحتوى بتاعهم بدعوى انه هذا الشيء او ذاك الشيء يخالف شرع الله. فده فرق جوهري كبير جدا. هذا طبعا ناهيك عن فروق اخرى اقل اهميه، لكن المهم ال 18 ماده دول كانوا فعلا ممكن يلغوا كل انجازات ثوره 25 يناير وثوره 30 يناير. فالحمد لله ان ده ما تمش، وانه مشروع الدستور اللي تم بعد ازاحه الاخوان المسلمين عن السلطه هو ده اللي هيتم عليه الاستفتاء. وارجو انه اغلبيه المصريين من لهم حق التصويت انهم يذهبوا الى صناديق الاقتراع، وبصرف النظر حتى لو قالوا لا، بس المهم الاغلبيه. بس يا دكتور الجزئيه بما لا يخالف شرع الله يمكن هي دي الجزئيه اللي بيتم استخدامها او الترويج السيء في المجتمع او المجتمعات اللي هي يعني فكرها نوعا ما محدود، ان ده يا جماعه هيبقى ضد الشريعه، وبالتالي خلي بالكم. لا الموضوع بسيط طبعا، هم يحاولوا يستخدموا كل الوسائل لتشكيك الناس، انما لحسن الحظ ان الازهر الشريف وقيادات اسلاميه لا يشك لا في علمها ولا في تقاها ولا في اخلاصها للاسلام تكلمت وتحدثت وقالت ان هذا الدستور مشروع الدستور يتفق مع جوهر الشريعه تماما. وبالتالي يعني هناك رد، انما كونهم يحاولوا يشككوا طبعا ماشي. طب استاذ حسام، يمكن حضرتك عندك رصد واضح للشارع، ومن خلال حزب الأحرار الدستوريين اكيد عملتوا حملات مختلفه لدى المواطن للتوعيه أهمية النزول الاستفتاء الدستور. أهمية الدستور بالنسبة للمواطن العادي والمجتمع. بداية خليني أشكرك إن أنا بطلع في برنامج مع إعلامية متميزة زيك ومع قيمة عالمية زي الدكتور سعد الدين إبراهيم، وهو ده أول ظهور تلفزيوني ليه أعتقد في 2014، فدي فرصة متميزة إن احنا نكون في هذا الحوار معه. وأول ظهور له في قناة اسكندرية، فدي حاجة حلوة جدا في حد ذاتها، يعني ده شرف لينا يعني. شرف لينا كمان. شكرا جزيلا. علشان نبين أهمية الدستور بالنسبة للفرد لازم نتكلم عن نبذة سياسية عن كفاح الشعب المصري بالنسبة للدستور. كفاح الشعب المصري بالنسبة للدستور ده يبتدي من سنة 1825 من أيام محمد علي، وبعدين 1837، وبعدين يجي بعد كده اسماعيل باشا في 1866، والخديوي توفيق عمل دستور 1882 ولغوه الانجليزي، وبعدين ظهر بقى الدساتير الحديثه بدايه من دستور 23 وتوقف سنه 30 ورجع بعديها ب5 سنين، وبعدين بعد اشتغلنا بيه لحد 53 كان فيها اعلان دستوري، ابتدى مشروع الدستور اللي انت كنت بتتكلمي عليه بتاع 54، وبعدين حصل الوحده مع سوريا والانفصال فما ظهرش غير دستور 71، وبعدين بعد كده التعديلات بتاع الدستور 71 في سنه 80، ونبتدي التعديلات لكن كفاح الشعب المصري يوصل ل 190 سنه. ليه؟ الدستور ده هو عباره عن العقد الاجتماعي ما بين الفرد والمجتمع والسلطه الحاكمه. يعني لازم يكون في مفهوم للسلطه الحاكمه ان هي جايه بامر الشعب بناء على عقد معين يدي للشعب ده حقوقه، وفي نفس الوقت الشعب يراقب هذه السلطه، لان السلطه ما تفتكرش نفسها ان هي جايه تستعبد هذا الشعب. فمن هنا كانت اهميه التوعيه بالنسبه للمواطن، ان انت اللي هتنزل تتكلم عليه او تشارك فيه او تستفتي فيه ده هو حقك اللي انت هتقدر تحاسب بيه السلطه الحاكمه على مكتسباتك اللي انت عملتها، خصوصا بعد الثوره الام ثوره 25. طب انت راصد ان في تجاوب من الشارع؟ طبعا التجاوب حصل نتيجه التغير بتاع الشعب بعد ثوره 25 يناير. اصبح الشعب الذي لا يعرفه الحكام، في شعب جديد
خلاص عايز يشارك في الحكم، سقط عنه جدار الخوف بالنسبة للسلطة الحاكمة، عنده استعداد للمشاركة وعنده استعداد للحشد في أي وقت. فأنتم ممكن تشوفوا مشاركة غير مسبوقة لا بالنسبة للشعب المصري، وأعتقد أن هي ممكن تبقى سابقة عالمية زي ما حصل بالنسبة للنزول في طوفان شعبي ضد الإخوان في 30/6. نتمنى ذلك، ولكن نشوف رؤية العالم الخارجي كيف يرانا بعد الاستفتاء إن شاء الله بنعم، ولكن بعد هذا الفصل. أنا بتكلم على المشاركة في الاستفتاء على الدستور المصري في 14 و15 يناير. رأي حضرتك؟ لا ده حاجة كويسة، ده لازم الناس كلها تروح وتقول نعم ده احنا عايزين نصلح بلدنا، عايزين بلدنا تبقى كويسة، وده شيء يعني الدستور ما فيهوش حاجة عيب، وده حاجة كويسة لينا يعني. ده الدستور شيء جميل وهيحسن البلد لحاجات أحسن، وهيفضلنا من المشاكل اللي بيعملوها الناس الفاضية ديت. وبعدين الدستور برضو لم شمل كل شيء في البلد من ناحية المعاقين، يعني أنا راجل معاق برضو وما اهتم بيه في الدستور، ورب يطبق بقى والبلد تنهض بينا وتمشي الأمان بعد كده. مشاركتي في الاستفتاء على الدستور بعد ما درسناه وعرفنا ان الدستور سليم وينفع مصر، لان مصر دولة كبيرة، هندعموا الدستور وبنقوله نعم. واحنا كجبهة وسطية وكحزب النور بنقوله نعم للدستور بعد ما درسناه، وقمنا بفعاليات كان اخرها امبارح في منطقة الرمل. لازم اشارك بكل حاجة وبقلبي وبكل حاجة، وبدعي كل مصريين ان هم طبعا يشاركوا ويقولوا نعم نعم نعم، وما اقدرش اقول اكتر من كده. الدستور المصري هذه المرة لم يغفل المرأة واعطاها كافة الحقوق. طبعا ده كافة الحقوق، والدستور فيه كل الديمقراطية وكل الحقوق المصرية الحمد لله. مع متابعة المواطنين في الشارع السكندري على المشاركة في الاستفتاء على الدستور المصري، بسألك كمواطن النهاردة مدى مشاركتك في الاستفتاء على الدستور؟ ده لازم الكل ينزل ويقول نعم للدستور، لان انا قريت معظم الدساتير المصرية ووجدت ان اعظم دستور هو الدستور ده بأمانة. لازم الكل ينزل يشارك ويقول نعم 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 للاستقرار، نعم للتنمية، نعم للأمان. يا جماعة الدستور ده ونعم الدستور بأمانة. قريته حضرتك؟ قريت معظم. إذا نعم للدستور دي عن اقتناع. عن اقتناع. طبعا طبعا طبعا. معظم المواد في صالح المواطن المصري البسيط، مش الفئات الكبيرة الطبقات الكبرى، لا ده للجميع، ده لجميع المواطنين. يمكن العالم كله بينظر لمصر مترقب، وخاصة البلاد الغربية، وبمنتهى الصراحة أمريكا. رؤيتها إيه لمصر النهاردة وإحنا نازلين الاستفتاء والحشد الجماهيري الكبير بالعام؟ يعني أولا أمريكا للعلم ما هيش الحكومة الأمريكية فقط. أمريكا 3-4 حاجات. الحكومة طبعا، والحكومة حتى فيها البيت الأبيض، فيها الكونجرس، فيها وزارة الخارجية، فيها البنتاجون اللي هو وزارة الدفاع.
ودي ليست بالضرورة شايفة نفس الشيء. فبنجد ان بعض هذه المؤسسات في داخل الحكومة الامريكية متعاطفة جدا مع مصر ومع الشعب المصري. الرأي العام الامريكي منبهر فعلا بثورة 25 يناير. وده انا سمعت من الرئيس اوباما اللي قال نفسه ان كان بيقوم من النوم بالليل مرة او مرتين بسبب اختلاف التوقيت عشان يشوف ايه اللي بيحصل في التحرير. وكلمة التحرير وميدان التحرير دي اصبحت معروفة بكل لغات العالم. ففي كان هذا الانبهار بما كان يحدث في مصر وما حدث في مصر بالفعل. هذا الانبهار مستمر، وبالتالي كان في موجة تانية من الانبهار بالمظاهرات اللي خرجت يوم 30 يوم. وقال كده في الواشنطن بوست ان دي اكبر مظاهرة في تاريخ البشرية. يعني احنا لما نقول عليها كده قص يقول لك يمكن بقى مصر عندهم شيفونية مصرية، انما كون الواشنطن بوست حاجة زي كده وترددها وسائل اعلام اخرى، لانك قال لك 30 مليون، حتى الثوره الامريكيه ما نزلش فيها 30 ولا الثوره الفرنسيه نزلت فيها 30 مليون، لان في ذلك الوقت ما كانش في اعداد كبيره بتطلع بهذا الشكل. وبالتالي هذا الانبهار بما حدث في مصر في 25 يناير ثم في 30 يونيو، انبهارين في 3 سنين. وقالوا يعني من الصعب ان الشعوب تعمل ثورتين في هذا الحيز الزمني المحدود. فالانبهار ده مستمر. وبالتالي انا بقول وبوجه طبعا كلامي لكل المشاهدين وكل المواطنين المصريين ان دعونا نبهر العالم للمرة الثالثة باننا نخرج للاستفتاء ونخرج باعداد كبيرة ولا نخاف من تهديدات الاخوان المسلمين. ودعونا نقول اللي عاوز يقول لا يقول لا، واللي عاوز يقول نعم يقول نعم، انما نخرج ونشارك. لان زي ما قال اخي حسام المصريين كسروا جدار الخوف في 25 يناير، وبالتالي لابد ان احنا نستمر في الى جانب بقى كسر جدار الخوف المشاركه، التهيؤ للمشاركه. الوقت كله قاعد مهتم بالسياسه. انا بروح قريتي في الدقهليه في جنب المنصوره بلاقي الست الفلاحه او الراجل الفلاح يقول يا دكتور البلد رايح على فين؟ وحب عاوز يتكلم في السياسه. ده ما كانش موجود قبل كده. ظلت السياسه حكر على نخبه 10% 15%. الناس بقى 3 سنين ما بتتكلمش غير في السياسه. الوقت كله بيتكلم في السياسه. 3 سنين ما بنتكلمش بقى، كله فقير يعني سياسي خلاص يعني. وده كويس الحمد لله. ده شيء جميل ولازم نرحب بيه ويعني ندعمه وننوه بيه ونحافظ عليه ونعمر. ده جميل. طيب استاذ حسام، يمكن بعد خطاب السيسي امبارح وخطاب رئيس الجمهورية النهاردة أحب أعرف رأي الحزب في فكرة ترشح السيسي. هل شايف أن ده هيكون الخطوة الأولى في خريطة الطريق؟ خليني أبتدي معاكي في حاجة، إن أهم حاجة في خريطة الطريق إن إحنا نخلص من خريطة الطريق، يعني نعديها علشان نبتدي نشوف المرحلة المهمة وهي إعادة بناء أركان الدولة. أما بالنسبة للترشح الفريق السيسي لرئاسة الجمهورية من عدمه، فخلينا ناخد هذه الشخصية. هو رجل صالح، بطل قومي، أنقذ الشعب المصري أو الدولة المصرية من أحداث ممكن كانت تصل إلى أحداث عنف كبيرة جدا، إنما في نفس الوقت هو أنقذ المؤسسة التي ينتمي إليها وهي الجيش المصري، لأن انهيار الدولة لم يترك أي مؤسسة سليمة. أما إن احنا نتكلم على رجل دولة كحاكم لمصر أو رئيس لمصر، فأنا لازم أشوف طرحه إيه، يعني لازم نطلع على الطرح فكره ايه الفكر اللي هينزل بيه. لسبب اي ثوره لما بتيجي
لابد لها من حاجتين. اولا دستور يخلد منجزاتها ويمنعها من العودة الى فساد الماضي او الخوف منه، وتاني حاجة ان هي تأتي بحزمة من الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعالج بها المشاكل اللي قامت بسببها الثورة، بحيث ان هي يحصل عملية اندماج مجتمعي تاني وتوحد مجتمعي تاني، نقدر نقول ان ده يتقدم بنا الى مراحل الازدهار والتقدم. فهل هو عنده الفكر ده؟ لو يطرحه اكيد لو في حاجه ترشح كلنا نمشي وراه، اما حتى الان فهو لم يعلن رسميا عن ترشيحه او يقدم هذا الطرح اللي احنا كلنا نقف وراه. دكتور سعد، يمكن الجزئيه دي خاصه بالرجل الثوره، يمكن ثوره 25 يناير ما كانش لها زعيم، وبالتالي مع ظهور الفريق السيسي في المرحله صعبه جدا وهي انقاذ الشعب المصري من اخوانه، الا انه في النهايه هو اصبح بطل قومي، وفي نظر الغرب وامريكا في بعض الشرائح هناك تقول ان احنا في مرحله دول انقلابيين. هل لو قلنا ان الدستور وصلت نتيجته لنعم، وفي حاله ترشح الفريق السيسي او اعلان ترشحه فيما بعد ذلك، هل ستتغير هذه الفكره او هذه الادعاءات؟ نعم، الاجابه هي نعم. وزي ما انا قلت يعني في اجابه للسؤال السابق في هذا البرنامج، ان الغرب بيغير رايه طول الوقت حسب مصالحه بقى ولا حسب مصالحه عليك نور. وبالتالي الفريق السيسي اولا بيتمتع باحترام كبير من المؤسسه العسكريه الامريكيه، بيعتبروه رجل مهني من الطراز الاول. اثنين، انه في قطاع كبير من الرأي العام الامريكي كان ايضا متخوف من النفوذ المتزايد لجماعة الاخوان المسلمين. الحاجة الثالثة اللي لازم نعرفها ان الاخوان المسلمين يعني برضه كنوع من التوازن في هذا البرنامج لهم كتائب الكترونية ماهرة جدا في التعامل مع الرأي العام الغربي عموما والامريكي خصوصا. وهنا للانصاف بنقول انهم بيبقوا عادة اسبق من الحكومة المصرية. الحكومة المصرية لما بتاخد القرار بتاخد وقت. اما جماعة الاخوان فلان هي جماعة بتقوم على السمع والطاعة، اول ما بياخدوا القرار على طول الكتائب الالكترونية بتاعتهم اللي موجودة في الغرب في كل عظمى غربية تتحرك بسرعة شديدة. ففي جدلية هنا لابد ان نتنبه اليها، وبنقول ان الدعاية الاخوانية ما زالت تصف ما حدث في 30 يونيو انه انقلاب، وتصف السيسي انه راجل هو رأس هذه الحركة الانقلابية، وبالتالي بنحاول تصوره كأنه شخص شرير. وانت عارفة المواطن في امريكا وفي الدول الغربية دايما عنده نزعة سيطرة السلطة المدنية على العسكريين. ايوه، بيسموه كده التعبير الانجليزي civilian control of the military. وبالتالي في دايما تخوف من العسكريين في السلطة. ده حقيقي. وهنا دي الاخوان المسلمين بيلعبوا بيها في بالكتائب الالكترونيه سواء في امريكا او في اوروبا. طب دكتور، يمكن في تخوف في الشارع، احنا ما نقدرش يعني في شريحه معينه وخاصه ان احنا بنقول ان رموز الحزب الوطني السابق ابتدت تظهر تاني. نعم. فالناس خايفه برضو يعني. انت النهارده عندك رموز حزب وطني ابتدت تظهر، ابتدوا يعلنوا في بعض الحالات ان دي 25 يناير دي كانت مؤامره، وان 30 يونيو دي كانت ثوره تصحيح، وبعدها بشويه ظهور بعض رموز من الثوره كعملاء. هذه الرؤيه ازاي انت شايفها؟ يعني اولا انا قراءتي للمشهد المصري ان احنا على مدى ال 100 سنه الاخيره دايما عندنا 4 قوى على الساحه.
قوى اليمين، ودي بتشمل طبعا الاتجاهات المحافظة إن لم تكن الرجعية، ثم قوى اليسار عكسها تماما زي الشيوعيين المصريين واليساريين المصريين والناصريين إلى آخره، وبين اليمين واليسار في بقى الشريحة الوسطى، الشرائح الوسطى اللي تقدري تقولي إنها القوى الليبرالية أو القوى المدنية المعتدلة. ودايما الصراع هو بين الأربع اتجاهات دول. فاللي بيحصل في لحظات ثورات إن المعادلة دي بتختل. نعم. اللي احنا بنرجو انه يكون بيحصل، وده اظن اشار ليه برضه اخونا حسن، ان الامور تستقر في بعد الاستفتاء وبعد الانتخابات الرئاسيه والنيابيه، وارجو الانتخابات الرئاسيه تتم قبل النيابيه. وفي الحاله دي بنقدر نستأنف بقى مسيره التغير او التحول الديمقراطي ومسيره عودة البلاد التنمية والاقتصاد والإنتاج إلى سيرته الأولى بعد التعطل الذي حدث في سنوات الثلاثة الأخيرة. لكن برضو يعني نلاحظ أن القوى السياسية اللي موجودة على الساحة النهاردة كل طرف بيقول أنا مدعوم من أمريكا، أو بيبقى السبورت بتاعه واخده من أمريكا، بيتهم الآخر بأشياء يعني اقدر اقول انها اذا كنت ممول او مدعوم من الخارج او المشهد ده المواطن المصري البسيط اصبح ان هو عنده نوع من انواع عدم الثقة في بعض التيارات او ببعض المنظمات. حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ لا يعني هو طبعا انا ما اعرفش حد بيفخر انه مدعوم من امريكا. اللي انا شايفه هو العكس. حتى المدعومين من امريكا بينفوا هي بتبقى اتهامات متبادله يعني. معلش بس انا بقول يعني طبعا اتنين ان احنا عاوزين نخلص بقى من العفريت ده بالظبط. اللي عاوز انا بتلقى دعم من كل دول العالم حتى من بنجلاديش. انا اقول ده في برنامج بعد برنامج، وبرضه يقولوا دعم من امريكا. يا جماعه من بنجلاديش افقر بلد في العالم، فيها بنك اسمه بنك الجرامين، معرفش سمعت عليه ولا لا. اسمه بنك الفقراء. ده اللي واخدين منه مشروع ايوه مظبوط، بيرأسه راجل اقتصادي نزيه كده اسمه محمد يونس. والراجل ده بنك الفقراء ده بيدي قروض لمنظمات المجتمع المدني في العالم الثالث، ومن ضمنها ابن خلدون. نقول الحكايه دي مره واثنين وثلاثه واربعه، وبرضه الناس في جنان لما يقول لك تمويل من الخارج قصدهم تمويل من امريكا. يا جماعه من بنجلاديش محدش يسمعوا من هنا ويطلعوا من هنا. فانا في عندنا عقده كده من الغرب، عقده حب وكراهيه زي ما قلت كده في البدايه. ايوه طبعا يا دكتور، بس احنا يعني يمكن حضرتك من اكبر الشخصيات اللي يمكن منظمة ابن خلدون من اكبر المؤسسات الحقوقية، وبالتالي تصريحات حضرتك بين الحين والاخر. طيب احنا عايزين نعرف ابن خلدون ده تبع ايه؟ هل مرة بيدعم الاخوان، مرة ما بيدعمش الاخوان، مرة بيدعم فريق السيسي، مرة يعني الفكرة دي لدى الشارع عايزين نوضح. لا هو مركز ابن خلدون مركز حر، اللي بيشتغلوا فيه حوالي 30 واحد، كل واحد فيهم له رأي زي الثلاثة كده اللي قاعدين. فما تقدريش تقولي ان مركز ابن خلدون له رأي موحد. ده النموذج للتعددية اللي احنا بنحاول نشجعها. ففي عندنا عناصر إسلامية أقرب للإخوان المسلمين، وعناصر أقرب إلى اليسار الماركسي، ودول بيشتغلوا مع دول. واحنا فخورين في مركز ابن خلدون انه هذه التيارات بتتعايش، وعاوزين النموذج الخلدوني ده يعم للمجتمع المصري كله. طب امال ليه طلع اشاعه ان تم استبعاد مركز ابن خلدون من
الاشراف على الاستفتاء للدستور؟ المشاركه لا، ما هو ده برضه سوء. احنا سواء وافقوا او ما وافقوش احنا بنراقب الانتخابات، احنا بنراقب الانتخابات قبل ما اللجنه دي تتعمل اللي بيسموها اللجنه العليا للانتخابات. يعني قبل ما اي عضو فيهم يعرف يعني ايه مراقبه كنا احنا بنراقب الانتخابات. احنا بنراقب الانتخابات بقالنا 25 سنه. المجلس القومي لحقوق الانسان اللي بيدي التصريحات دي عمره لا يتجاوز 5 سنين، فدول اطفال بالنسبه لابن خلدون. وانا بقول اهو يعني ابتداء من اولهم من رئيسهم الى اصغر موظف، دول بالنسبه لنا مبتدئين. فاحنا لا ناخذ يدونا تصريحات ما يدوناش تصريحات، احنا هنراقب الاستفتاء بطريقتنا زي ما عملنا واستجلنا بسبب العمليه دي وخرجنا من السجن عملناها برضه. فاحنا بنؤمن بهذا وبالتالي ما نؤمن به بننفذه، سواء الحكومه وافقت او ما وافقتش، سواء الحكومه ادت لنا تصريح او ما ادتش. طيب يمكن بناء الثقه بين المواطن والصندوق مزعزعه نوعا ما، او اقدر اقول ان في تشككات او تخوفات. ازاي انتم كحزب بتبنوا هذه الثقه؟ لا، هو تملي يعني ومن ايام الفتره او الحقبه المباركيه كان تملي اي سلبيات او اي رصد لعمليات غير صحيحه داخل الانتخابات او الاستفتاء يتم الاستهتار بيها وتهوينها ويقولوا مش هتأثر في النتيجة. انما الفترة اللي احنا فيها دي اظن مع تزايد الوعي الشعبي وتزايد تسييس المواطنين هيكون عندهم القدرة على المراقبة الفعلية بجانب المنظمات المصرية والأجنبية اللي جاية، بحيث ان احنا ندي منظر مشرف ومبهر في الشفافية والمصداقية بتاعت الأعداد والنتائج اللي ممكن تظهر من هذا الاستفتاء. فدور المواطن العادي هو نفس دور المنظمات اللي جاية بتراقب عليه. فلازم يكون الوعي عند كل مواطن، وده اللي احنا بنشتغل عليه. جميل. بس احنا دكتور سعد يمكن منظمات المجتمع المدني وعلاقتها بالجماهير في تزايد، ولكن منظمات المجتمع المدني وعلاقتها بالحكومات فيها حالة من حالات تضاد ولا توتر. في توتر مستمر وهو توتر صح، لأنه المنظمات المجتمع المدني دايما ناقدة للسلطة أيا كانت السلطة، سلطة إخوانية، سلطة مباركية، سلطة ساداتية، دايما دور المثقف. وده اللي قاله المرحوم إدوارد سعيد، ما اعرفش كانوا المستمعين يعرفوا عنه كتير ولا لا. ده كان يعني يعتبر اكبر مثقف عربي اتعرف في العالم، ادوارد سعيد. فهو قال ان دور الناقد او المثقف او الناشط ان يكون باستمرار ناقدا للسلطه ايا كان. فنقدنا للسلطه ده مستمر، وبالتالي ده بيخلق دايما توتر بيننا وبين كل الحكومات. يعني مش عايز اتكلم عن نفسي، انما انا دايما في توتر مع كل الانظمه اللي مرت على مصر، من عبد الناصر للسادات لمبارك لمرسي للوقت الحاضر. ده مش معناه ان انا عدو لهذه الانظمه، انما ناقد لها وهي لا تستريح ليه. معلش ما تستريحش. هو دور رئيسي يعني؟ ده دور اساسي المفروض ان انا انتقد طول الوقت للصالح العام. بالظبط كده، بالظبط كده. ومستعد بقى للنتيجه، يدخلوني دخلت السجن 3 مرات ومستعد ادخل المره الرابعه ان شاء الله في السجن. لا مش مهم، مش مهم يعني في سبيل البلد. لا هو دايما تضحيات الناس هي اللي بتتراكم وهي اللي بتعمل الثورات في النهايه. يعني مش عايز ادعي احنا كان لنا دور كده صغير في اننا مهدنا لثوره 25 يناير. فغير يعني مش انا بس. طب دكتور سعد، حضرتك يعني بالنسبه لرؤيتك للاحزاب اللي بتقام على اساس ديني، ويمكن ده تم الغاء هذا البند في الدستور،
نعم. حضرتك شايف التقبل الشعبي لهذا الموضوع ازاي؟ لا، هو الاخوان المسلمين الحقيقه عملوا خدمه للديمقراطيه لم نكن نتوقعها. ان هم اللي كرهوا الناس في الاحزاب الدينيه. يعني الاخوان المسلمين واجهوا الدوله 4 مرات. مره ايام الملك فاروق، ومرتين ايام الرئيس عبد الناصر، ومره بعد كده. ففي ال4 مرات. انما الشاهد انه في 30 يونيو لاول مره مش الحكومه اللي ضدهم، الشعب، المجتمع كله. وده انجاز لم يكن يعني المدنيين اللي زي حالاتي يحلمون به. هم قدموا لنا الاخوان المسلمين، مش عايز اقول يعني مش عايز اقلل من شأنهم، انما بنهاهم وجشعهم واستعجالهم ومخططاتهم غير الواقعيه قلبوا الشعب عليه. فلأول مرة في تاريخهم مش الحكومة بس اللي ضدهم، المجتمع كله كان ضدهم. وده إنجاز كبير لم نكن نحلم به، لكن هم بسوء تصرفاتهم ساهموا في انهم جابوا النتيجة دي. طب ايه حكاية ال40 قيادي اللي تم دعوتهم للتدرب في امريكا؟ لا، ده دي دايما مش في امريكا بس، وقالوا برضه في صربيا، وقالوا في بولندا، وقالوا في رومانيا. في الجماعات التي تروج للديمقراطية في العالم بتعمل دورات تدريبية للبلدان العالم الثالث، النشطاء بلدان العالم الثالث. ودول بعد ما بتقولش يجوا من اي طيارة، ممكن يبقى فيهم اخوان، ممكن يبقى فيهم يساريين، ممكن يبقى فيهم ليبراليين، ممكن يبقى فيهم رجعيين. المهم اللي بيتم الاختيار او اعطائه منحة للتدريب بيروح. تختلف التوقيت يا دكتور؟ نعم. يعني لما نقول التوقيت يعني بعد مثلا تولي مرسي على طول احنا هناخد الكوادر دي ندربها، هل التوقيتات بتختلف عشان بتخدم اهداف معينه او مصالح معينه؟ دايما اللي بيعمل حاجه دايما عنده اجنده. فحتى اللي بيدربوا دول عندهم اجنده. هو المهم ان الاجنده تبقى واضحه لكل الناس. انما اكيد فيه يعني مش عايزه طبعا لازم اعرف الموقف ايه اللي هنتكلم عنه وامتى وتاريخه عشان اقول لك ادي لك تقييمي. انما عموما كل من يفعل شيء ما بيعملوش لوجه الله، انما بيعملوه لغرض. هي السياسه كده. طبعا هو السياسه كده. بس لكن حضرتك شايف حزب النور ازاي؟ يعني مد التطور ونضوج السياسي السريع بينضج، واعتقد ان الوقت بيعد نفسه لوراثه الشارع الاسلامي، لوراثه تركه الاخوان المسلمين. هم الوقت مدركين ان الاخوان المسلمين اتحرقوا كرقم سياسي في الشارع على الاقل مؤقتا ولمده جيل ربما 25 سنه. فهم بيعدوا نفسهم لوراثه الشارع الاسلامي اذا انجاز هذا التعبير. يمكن بس اكمل على الاسلام السياسي او الاحزاب ذات المرجعيه الاسلاميه. خطوره التجاره بالدين في السياسه ان الدعم الديني للمواقف السياسيه في حاله الاختلاف بيصبح الانسان ضد الدين وليس ضد سياسه هذا الحزب. ما هو في فرق ما بين الدين وما بين السياسه، دي حاجه ودي حاجه. تحذير او يعني نصيحه للاصوات اللي بتعلو خصوصا اليساريه الان لمهاجمه الدين. لا، احنا بنهاجم التجاره بالدين، لان الدين له الثبات وله كمان الاستدامه. انما المواقف السياسيه فهي قابله للتغير وقابله للتطور. مش معنى كده ان هي وحشه، انما النهارده احنا في راسماليه، في بعد كده راسماليه اجتماعيه بتهتم بالجانب الاجتماعي، الشيوعيه بالاشتراكيه، فهذا في تطور. اما الدين فله الثبات والدوام.
فمش لازم ندخل في المنطقة دي ونحذر منها قوي، ويبقى الخسوف ما يعرف بالإسلام السياسي حاليا ده مش ضد الدين، لا احنا لازم نقف خلف الدين، يبقى مرجعية شخصية لكل واحد فينا. طب نشوف قوة الأحزاب اللي موجودة حاليا على مستوى مصر، لكن بعد هذا الفصل. جميعا، أقول لأصحاب الاحتياجات الخاصة، أقول للمرأة، أقول لكل عناصر الشعب، هذا دستور كل المواطنين، اذهبوا أيدوه، ادعموه، صوتوا بنعم، تقضوا على الفتنة ونفتح معا آفاق المستقبل. نقول نعم للدستور. يمكن بعد ثورة 25 يناير كانت بداية لإنشاء العديد من الأحزاب، ولكن مدى قوة هذه الأحزاب دكتور سعد، يمكن الحركات الشعبية تعتبر أقوى، ولا نسيب الأحزاب تاخد فترتها لغاية لما يكون عندها المقاومات الشعبية الكبيرة في المجتمع المصري، ولا في المرحلة اللي جاية لازم ينضموا أو يتكاتفوا عدة أحزاب مع بعض؟ هو شوفي حضرتك، في كل البلاد اللي شهدت ثورات مماثلة للثورة المصرية، نبدأ بالبرتغال سنة 1974 قامت فيها ثورة بعد حكم ديكتاتوري دام 40 سنة. أول ما قامت الثورة وفتحت الباب للأحزاب بعد ما كانت حزب واحد، اتخلق في البرتغال اللي هي سكانها خمس سكان مصر. خمس سكان مصر. 70 حزب. 70 حزب. 70 حزب. في خلال السنة الأولى اللي اتفتح فيها الباب. ليه؟ لأن 84 تقريبا. في جوع. 84. جوع. كل 3 4 عاوزين يعملوا حزب. وده حصل برضو في كل البلاد اللي كان فيها حزب واحد لمدة طويلة وحصل فيها ثورة. ولذلك لما اتعمل عندنا 60 حزب في الوقت، 60 حزب او اكثر من 60 حزب، انا مش منزعج قوي من الظاهره دي، لانه بمرور الوقت وبعد اول انتخابات هتصفصف الاحزاب دي على 3 4 بكتير خالص. هيبقى في حزب او حزبين في اقصى اليسار، حزب او حزبين في اقصى اليمين، وبقيه الاحزاب 4 و5 في الوسط. ودي ظاهره طبيعيه، واللي بيعرف طبعا سياسه مقارنه ودرس تجارب اخرى ما بينزعجش من العمليه دي، انما هي مزعجه لعدد من المراقبين المصريين انه بيتلخبط، حتى مش عارف يعد. اساميهم ايه ولا بالظبط كده. لو قلت له قول لي اسماء 5 احزاب ما يقدرش يقول. لما نيجي بقى في الترشيحات، يعني مجلس الشعب او الانتخابات الرئاسيه، هنحس بمدى قوه هذه الاحزاب. بالظبط. وانا بقول لك يعني اؤكد لك انه نصها هيختفي بعد بعد الانتخابات اللي جايه. طب استاذ حسام، رايك ايه في الجزئيه دي؟ يعني حزب الاحرار الدستوريين انا عارفه كويس جدا ان هو من الاحزاب القديمه وتم احيائها 22 وتم احيائها مره اخرى. انت شايف رصد الموضوع ده ازاي؟ حاسس بتزايد لمدى لقوه الحزب، ولا انت في المرحله اللي جايه في الترشيحات البرلمانيه هتحتاج ان انت تتضافر مع الاحزاب الاخرى؟ اكيد، بس خلينا نتكلم بصراحة ونواجه الحقيقة، احنا ما عندناش حياة سياسية بقالنا اكتر من 60 سنة. نعم. فدلوقتي علشان نبص على النخبة المتصدرة
نلاقيها النخبة اللي هي بتستجير بالحاكم وبتتلون بشكل الحاكم، إنما لا تستند إلى أي شرعية أو شعبية من الشارع. وده اللي كان بيتكلم عليه الدكتور سعد، إن بعد الانتخابات الأولى هتبص تلاقي إن حصل عملية فعلا سيطرة للأحزاب اللي موجودة، وإن كان هيفضل برضو النخبة اللي موجودة حاليا إعلاميا هم اللي هم اللي متصدرين المشهد، وتصبح ودي الخطورة هنا اهو، ولا هتبقى عبء على أي سلطة قادمة التصدير بتاع إن الإخوان سرقوا ثورة 25 يناير ورموز وفلول الحزب الوطني بتسرق الموجة الطوفان الشعبي ضد الإخوان في 30/6، فيبقى كل واحد فيهم بيرد للتاني. إنما الجديد إن حتى الحكام ما يعرفوش الشعب الجديد ومش شايفينه اللي اتولد من بعد ثورة 25 يناير اللي هو هيكون الكتلة الكبيرة اللي ترجح الاتجاه العام للسلطة القادمة، سواء باستقرار السلطة أو عدم استقرارها. واظن حدان يعني قوه الاحزاب وقوه الحشد اللي احنا هنرصدها ان شاء الله في الاستفتاء في ال 48 ساعه الجايين اكيد هنشعر بيها. لكن سؤال اخير دكتور سعد، يمكن مركز ابن خلدون هو بيتمتع بقدرته على الرصد وعمل الاستفتاءات واستطلاعات الراي المختلفه، ولكن الانشطه الانمائيه والتنمويه الخاصه بهذا المركز. نعم، يعني احنا لدينا طبعا 3 برامج. مراقبة الانتخابات والجزء السياسي هو ده اللي بيبقى باين في الإعلام، هو ده اللي بتتناقله وكالات الأنباء، وده اللي بيوقعنا دايما في المحاذير مع الحكومات المتعاقبة. إنما اللي ناس كتير ما تعرفوش إن الجزء الإنمائي اللي هو مسألة القروض الصغيرة مثلا، المايكرو انتربرايزز والقروض حتى المتناهية الصغر، برامج محو الأمية، برامج تدريب المرأة وإدخالها في المجال العام، كل دي برامج بيقوم بها مركز ابن خلدون وبتعتبرها جزء من مهمته الرئيسية، وبنعملها بقالنا 30 سنة دلوقتي. إنما لا تتمتع للأسف الشديد بتغطية إعلامية زي الجزء السياسي. بالظبط، الصوت الإعلامي مش قوي قوي. بالظبط بالظبط. لكن حضرتك بسبب طرح هذه المشروعات يعني انا قصدي ان اي حد مواطن طبيعي او مواطن عادي ممكن هو يصحب بهذه الانشطه. طبعا، ما هو ده موجه للرجل العادي وللسيده العاديه، وبالتحديد للاقل حظا في الحياه، للاقل حرمانا، لان احنا لا نتعامل يعني او لا نوجه انشطتنا ولا دعمنا للقادرين او للاغنياء، وإنما لطبقات الدنيا وللفقراء. أستاذ حسام، كلمة بتوجهها للشعب المصري قبل الاستفتاء؟ والله هو عايز أقول لك إن الشعب المصري أكبر من إن أي حد أصبح الآن ممكن يوجه له كلمة. أصبحت الكلمة للشعب هو اللي بيوجهها للحكام وللقادة وللأنظمة. الشعب عارف يعني إلى حد كبير جدا، يمكن الناس البسيطة هي اللي محتاجة شوية توعية، إنما الشعب حاليا في وعي سياسي كبير. الشعب هينزل، الشعب فاهم ان الدستور اللي نازل يصوت بيه هو مش دستور الثورة بالمعنى المفهوم، وإنما هو الخطوة الأولى الصحيحة للبناء بالنسبة للخريطة المستقبل وتأكيد ثورة 25 يناير. وبعدين لو في أي بند مش عاجبنا يا جماعة إنما دستور الثورة اللي هيعمله الثوار بتوع 25 يناير وليس ثوار ثورة 19 اللي هم حاليا متصدرين المشهد. دكتور سعد، يمكن عايز أختم مع حضرتك برؤيتك لمستقبل مصر بعد الاستفتاء إن شاء الله بنعم. يعني أنا أعتقد أنه مستقبل زاهر، وأنا متفائل ويكفيني أنه الشعب المصري اللي كسر جدار الخوف والمرأة المصرية بالذات اللي شاركت، وأنا بعتقد
انها ظلمت تاريخيا عندها الفرصة انها تعود لتصدر مشهد زي ما سبت كده بتتصدري المشهد اللي انا وحسام فيه ضيوف عندي. فربنا يكتب لنا مثال. لا وان شاء الله النتيجه هتيجي نعم بنسبه انا شايفها كبيره قوي نظرا للوعي للناس بالدستور واهميته والخطوه اللي هم بينتظروها فيما بعد الدستور. يا رب خير ان شاء الله. الاستاذ الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مجلس امناء مركز ابن خلدون للدراسات الانمائيه واستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعه الامريكيه، انا بشكر حضرتك على حضورك معانا النهارده في البرنامج وانك لبيت الدعوه، وان شاء الله يبقى لنا لقاء يا ريت تاني بعد نتيجة الاستفتاء ان شاء الله. وكل ما اجي اسكندريه هتصل بيك يا ريت يا دكتور ان شاء الله. ده الف شكر حضرتك. الاستاذ حسام الدين ناصف العضو المؤسس ومساعد رئيس حزب الاحرار الدستوريين، شكرا ليك معانا. شكرا. ويمكن مشاهدينا الكرام يمكن ده كان حوار شيق، حوار قيم. نطلع من الحوار ده بضروره نزولنا للاستفتاء. لازم تكون عندنا من الايجابيه والاراده، لأن ده دورنا النهاردة لبناء مصر. شكرا لكم وإلى اللقاء.